خدت بالك إن كل حاجة حوالينا بتفقد روحها تدريجياً؟ الناس ماشية في الشوارع كأنها أشباح. نفس الوجوه اللي كانت بتضحك من القلب بقت ملامحها مطفية، واللي كان بيعيط من فرحة زمان بقى مش قادر يحس بحاجة دلوقتي. كأن في حاجة انسحبت من جوه البلد، مش الكهرباء ولا الفلوس، الروح نفسها. السؤال هو، إحنا إمتى بالظبط فقدنا طعم الحياة؟ من 7 سنين بس كانت فرحة التأهل لكأس العالم، الشوارع مليانة، الناس بتعيط من الفرحة ومحدش نام يومها تقريبا. الليلة دي كانت رمز لحاجة أكبر من الكورة، كانت رمز إن الناس لسه بتحس ولسه عندها أمل ولسه بتحلم. لكن النهاردة البصة في عيون الناس في الشارع بتأكد لك إن الحياة مش هي نفسها الحياة. الضحكة مصطنعة والنظرة مطفية والكلمة الخارجة من القلب بقت نادرة. الماتش اللي كنا بنستناه بالشغف بقى مجرد تسلية، وفيلم العيد اللي كنا بننزل نحجز له من بدري بقى بيتشاف على الموبايل من غير اهتمام، واللمة اللي كانت بتونسنا بقت شبه واجب اجتماعي، كأن كل حاجة لسه موجودة لكن من غير روح. في ناس بتقول إن السبب هو الزمن، وإن كل جيل بيقول نفس الكلام، بس المرة دي مختلفة. اللي بيحصل حوالينا أعمق من كده بكتير. إحنا فعلاً بنفقد الإحساس تدريجياً. كل يوم بنصحى نحارب نفس المعركة، هم وضغط وتفكير في بكرة اللي شكله مش مطمن. مشاكل اقتصادية بتخلي الواحد مش فاضي يفرح ولا حتى يتنفس. كل يوم الأسعار بتزيد والفرص بتقل، واللي كان بيتمنى يعيش كويس بقى بيتمنى بس يكمل الأسبوع من غير أزمة جديدة. بقت الحياة عبارة عن سباق مرهق، واللي بيكسب هو اللي لسه واقف على رجله مش أكتر. بس مش الاقتصاد لوحده السبب، في حاجة تانية بتحصل جوه الناس. الجيل ده بقى واعي جداً، فاهم كل حاجة، شايف اللي بيحصل وقادر يحلل ويتكلم. لكن الوعي ساعات بيبقى نقمة مش نعمة. لما تبقى فاهم كل حاجة ومش قادر تغير حاجة، الوعي بيتحول لوجع. اللي كان المفروض ينور الطريق بقى عبء يخليك تايه أكتر، لأنك عارف إن الدنيا مش عادلة، وإن اللي بيجتهد مش دايماً بياخد حقه، وإن اللي بيعيش بضمير غالباً بيدفع الثمن. ومع الوقت الناس بطلت تحارب وبقت ساكتة وبردت. وعي من غير أمل بيقتل الشغف. وزود على ده التكنولوجيا اللي دخلت حياتنا بشكل جنوني. الناس كلها متصلة بس محدش حاسس بحد. بنشوف حياة بعض، نضحك على صور بعض، بس محدش بيشوف الحقيقة. الموبايل بقى زي مراية بتورينا صورة مش إحنا، صورة بنمثل فيها إننا مبسوطين علشان ما نبقاش غربة، لكن الحقيقة إننا غربة بالفعل حتى عن نفسنا. وفي كمان سبب محدش بيتكلم عنه كفاية. القدوة اختفت والرموز اتغيرت. زمان لما كنت بتتفرج على جيل أبو تريكة وعماد متعب وبركات، كنت حاسس إن اللعيبة دول إخواتك. كنت بتحس إنهم بيكسبوا علشانك وبيعيطوا من الفرحة زيك وبيغنوا النشيد الوطني من قلبهم. كنت بتشوف فيهم صورة الشعب، البساطة، الرجولة والنية الصافية. لكن دلوقتي اللعيبة شكلهم مش شبه الناس. بيكسبوا فتشوف ابتسامة محسوبة، يخسروا كأنهم في إعلان مش في ماتش. مفيش انفعال، مفيش شغف، مفيش إحساس إنهم بيلعبوا عشان البلد. وده بيسحب مننا آخر حاجة كنا بنفرح بيها، لأن الكورة كانت واحدة من آخر المساحات اللي لسه فيها روح. ولما حتى دي بقت باردة، الناس فقدت آخر سبب حقيقي يخليها تفرح من قلبها. وفي سبب تاني يمكن أخطر من كل دول، الزحمة النفسية اللي كلنا عايشين فيها. القلق والخوف والتوتر بقى جزء من يومنا. اللي بيضحك النهاردة ممكن ينهار بكرة، واللي بيواسيك ممكن يكون محتاج اللي يواسيه. كلنا بنجاهد في صمت وبنخسر حتة من روحنا كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا. بس وسط كل ده
يا بخت اللي لسه قادر يفرح بأي حاجة حتى لو بسيطة. يا بخت اللي لسه بيضحك من قلبه، لسه بيحب بصدق، لسه عنده شغف لحاجة مهما كانت صغيرة. لكن صدقني، اللي مش قادر يفرح مش سخيف، هو موجوع. فقد حتة جواه ومش عارف راحت فين، وغالباً كل يوم بيفقد حتة جديدة. يمكن الحل مش إن الدنيا تتغير، لكن إننا نوقف شوية ونتنفس، نفكر، نفتكر إحنا كنا إزاي، ونحاول نرجع حتى ولو خطوة صغيرة لروحنا القديمة. الحياة لسه فيها روح، بس محتاجة اللي يدور عليها. وممكن السؤال اللي لازم نسأله مش ليه فقدنا الإحساس، لكن هل لسه فينا حتة عايزة تعيش بجد؟ ما تنساش تشترك في القناة وتقدر مجهودنا عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. بس قولي بقى بصراحة، هو احنا اللي اتغيرنا ولا اللعيبة اللي بقت من عالم تاني؟